والطفولة توقف الأحكام. وده تجلي من تجليات الرحمة، البرامج الحقيقية حولوها البرنامج. ايه الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى. ايه دخلت امرأة النار في هرة، ودخلت امرأة بغي الجنة في كلب وجدته عطشان فسقطه، الى اخر ايه ده يتحول ازاي بقى؟ يتحول بان محمد بيك ابو الدهب وهو بيبني المسجد يبني 4 صوامع على المئذنة يحط فيها الغلال حتى تأكل طير السماء. ايه ده؟ احنا مالنا ومال طير السماء؟ لا لينا دعوه. لان الذي يتمتع بالصوت الحسن، والذي يتمتع بالريحان ويشم الورد، والذي يتمتع بالجمال، والذي يجعل الجمال في باطنه وفي ظاهره، وليس كما قالت الفلاسفة الجمال كل منظور، لا، ده كمان الباطن فيه جمال. لن يستطيع أن يفعل ما فعله الخوارج من هذه القسوة، اللي واحد فيهم يقول طز في مصر، والتاني اللي هو يذبح الناس، والتالت والرابع وكذا. واخد بالك؟ فالنبي عليه السلام كان يأمرنا بحاجة: الراحمون يرحمهم الله، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. فيحولها الناس دي إلى برنامج عمل. حديث جبريل جاي علشان يعلمنا أمر ديننا الإسلام والإيمان والإحسان وكذا إلى آخره، فيحولوها إلى علوم ومناهج، يحولوا الإسلام إلى الفقه.